بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل كده إن شاء الله وصفة سهلة وبسيطة مع بعض. هنعمل بيتزا بمكونات مش مكلفة خالص، موجودة عندك في كل بيت. هنبدأ كده مع بعض. هنا جبت كوباية مية دافية، نزلت على باكو خميرة، مقلعة سكر، مقلعة ملح صغيرة. هنبدأ كده نقلبهم مع بعض. طبعا بقية المقادير أنا جايبة 4 كوبايات دقيق يا بنات، ومقلعتين زيت. دي كده صلصة كانت عندي في الفريزر، طلعتها تفك عشان أعمل منها صلصة للبيتزا. ده هنا الدقيق أهو يا بنات. ده 4 كوبايات دقيق أنا نخلاهم. لازم طبعا تجيبي الدقيق من مكان انت واثقة فيه، عشان تبقى العجينة حلوة معاكي وهشة كده. هنزل كده بمقلعتين زيت، وأبدأ بقى ايه أنزل بالمية اللي أنا دوبت فيها خميرة، عشان ألم العجينة دي كده معايا بالشكل ده كده. يلا يا بنات، يا ريت تشجعوني كده وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويا ريت تقولوا لاصحابكم وحبايبكم، وانا نفسي القناة تكبر بيكم ونفسي اوصل لحلمي بيكم. وربنا يوفقني ويوفق الجميع يا رب العالمين. هبدأ كده انزل شوية بشوية على الدقيق لغاية لما يلموا معايا. وصفة سهلة وبسيطة يا بنات، يا ريت تجربوها. مش مكلفة خالص. الصراحة انا جه على بالي اعملها، مكانش عندي طبعا انواع جبن كتير، كان عندي جبنة رومي بس وجبنة بيضة. دلوقتي هنبدأ نعملها مع بعض. كانت هشة وجميلة يا بنات، كانت روعة جدا. هبدأ كده بقى ألم العجينة معايا خالص. طبعا يا بنات لازم أعجن العجينة دي كده يجي 5 دقايق معايا، علشان تبقى هشة وحلوة خالص، تبقى انسيابية كده معايا خالص. هبدأ بقى ألفها كده بإيدي الأول، أو بدأت أعجن فيها يا بنات، قعدت كده 5 دقايق أعجن فيها، بقت معايا بالشكل ده كده. هبدأ بقى أغطيها بفوطة وأسيبها في مكان دافي ترتاح شوية، على ما أنا أجهز بقية المكونات بتاع البيتزا. ده هنا كده جبنة رومي أنا قطعتها، وقطعت زيتون. الزيتون يا بنات أنا كنت مخللاه، طعمه جميل جدا. هنا كده جبنة بيضة وفلفل وطماطم. هنا بقى الصلصة دي فكت معايا كده يا بنات. طبعا بقى حبيت أطعمها، حطيت عليها بصل بودر وتوم بودر ومقلعة 7 بهارات ومكعب مرق الدجاج، وهبدأ أقلبها كده مع بعض، ومقلعتين زيت طبعا. بقت معايا بالشكل ده كده. هبدأ بقى أجيب العجينة وأفردها معاكم. هي بقت جميلة كده يا بنات بعد ما ارتاحت شوية. هبدأ بقى أجيب الصينية. طبعا بحب أخبزها في الصينية اللي هي النوع ده يا بنات، بتبقى سهل علي إن أنا أسوي البيتزا بسرعة. هبدأ كده أديلها رشة خفيفة بالفرشة بالزيت، وأنزل عليها بالطبقة العجين دي وأفردها كده خالص. هبدأ بقى أعملها بالشوكة كده علشان ما تقبش معايا وأنا بخبزها. يلا يا بنات، يا ريت تعملوا لي لايك كده وتشجعوني، تضغطوا على كلمة الكل. يا ريت تقولوا رأيكم في الفيديوهات اللي بنزلها لكم يا بنات، واحلى الفيديوهات ولا الفيديوهات الروتينات ولا الوصفات. يا ريت تقولوا رأيكم في الكومنتات، واستنى تعليقاتكم الحلوة. يلا يا ريت تشجعوني كده وتقولوا لاصحابكم وحبايبكم. يلا اعملوا لي لايك كده يا بنات، انا عامله لكم لايك أهو عشان يشجعكم. هبدأ انزل كده بقى بصوص الصلصة ده، افرده كده على العجينة. عملتها بسرعة يا بنات والله، ما كانتش مكلفة ما كانتش مكلفة خالص، وبقى الامكانيات ممكن تعمليها. كانت روعة جدا، ممكن تنفع وجبة فطار وعشاء وغدا. طبعا انا كنت عاملاها في العشاء. مساء الهنا عليكم كده يا رب العالمين، ويا رب تكونوا في هنا وسعادة دايما يا رب. هبدأ بقى افردها كده بالفرشة، بس بحيث ان انا ما اوصلش لاخر الصينية كده عشان ما تسودش مني وانا بخبزها بالشكل ده كده. يلا يا بنات، يا ريت تجربوها ومش شجعي كده واعمليها ودفي البيت كده. عايزه اقول لكم ريحه المعجنات في الشقه كده بتديكي طاقه ايجابيه جميله. يلا يا بنات، هبدا انزل كده بالفلفل اللي انا مقطعه الاول. عايزه اقول لكم انها كانت جميله وهشه جدا وخفيفه. طبعا ال4 كوبايات دي عملوا معايا الصينيه دي، وفضل قطعه عجين تانية. طبعا انا عملتها فطيره كده بالجبنه والفلفل والزيتون. طبعا حطيت على الجبنه مقلعه حبه سودا. عايزه اقول لكم ان انا بحب الحبه السودا جدا في المعجنات، بيبقى طعمها جميل، وهي فعلا مفيده وجميله. ويا ريت تجربوا البيتزا دي يا بنات، هتعجبكم. طبعا فطيره كده انا عملتها على السريع، ما صورتهاش معاكم، بس حبيت اقول لكم انا عملت بيها ايه، هوريها لكم في الاخر. وانا جدا مبسوطه من الدقيق ده يا بنات، الدقيق ده جميل جدا. طبعا البنات اللي متابعيني من المحافظه بتاعتي ده من عند عطاره الاسره.
دقيق جميل جدًا، عملت بيه الكيكة معاكم كانت جميلة، والبسكوت اللي أنا كنت عاملاه معاكم كان نفس نوع الدقيق، وكانت جميلة، وطبعًا عاملة بيها عجينة القرص اللي أنا مصوراها معاكم، كان جميل جدًا الدقيق ده، تحفة جدًا في العجين والخبيز. كده هابدأ أنزل بالزيتون اللي أنا مقطعاه، ده بانات زيتون كنت أنا مخللاه، كان جميل جدًا، طعمه حلو. هابدأ أنزل كده بالجبنة البيضا، طبعًا زي ما قُلت لكم ما كانش عندي أنواع جبن كتير، طبعًا الجيش قال لك اتصرّف، فإحنا لازم نتصرّف بقى بالموجود عندي، وأي حاجة هتمشي معاكِ وأي حاجة تعمليها بإتقان كده وضميرها تمشي معاكِ وتسمي بسم الله كده أمّا تيجي تبدئي الحاجة وتعمليها، تطلع معاكِ إن شاء الله مبروكة وزي الفل، وأهم حاجة كده النية والضمير، ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين. هابدأ كده أنزل عليها بالجبنة الرومي بآخر حاجة وأبدأ أدخّلها الفرن، طبعًا يا بنات قبل ما أبدأ العجينة لازم أكون مولّعة الفرن على درجة حرارة عالية، علشان البيتزا عايزة درجة حرارة عالية ما تاخدش معاكِ وقت. طبعًا تخلّي بالِك منها وأنتِ بتخبزيها، ما تسيبيهاش وتسهي عليها، عشان تطلع معاكِ حلوة بالشكل ده كده. طبعًا عايزة أقول لكم ما خدتش معايا وقت، لإن أنا كنت مسخّنة الفرن قبلها بعد ما عجنت، ولّعت الفرن وبدأت أجهّز بقى الحاجات دي، المكونات بتاعة البيتزا. كده بقى شكلها كده النهائي يا بنات، هابدأ بقى أخبزها وأطلّعها معاكم. طبعًا بقى هتطلع معايا بالشكل الجميل ده، طبعًا أنا قطّعتها بالشكل ده كده بالقطّاعة البيتزا، عايزة أقول لكم كانت جميلة وهشة وطرية وزي القمر، حاجة كده قمر. شايفين بقى الحلاوة والطعامة دي؟ دي بقى الفطيرة اللي أنا قُلت لكم عملتها في الطاسة على البوتاجاز، نفس حشوات البيتزا برضه، بس طبعًا ما حطيتش صلصة، حطيت مقلعة حبّة سوري زي ما أنا قُلت لكم. هنا كده عملت مَجّين بقى شاي بلبن، وكان أحلى عشا، ويا ريت تجرّبوها، والسلام عليكم ورحمة الله.